أفادت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية أن خلال 24 ساعة القادمة سيكون الطقس مختلف من منطقة إلى أخرى، حيث ستشهد ولايات الوطن أجواء متقلبة من أمطار ورياح واستقرار في درجات الحرارة. كما أشارت المصلحة ذاتها إلى أن الطقس سيكون مشمساً ورياح تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة يوم الأحد على المناطق الشمالية والساحلية، وأمطار على الداخلية الغربية. وستشهد المناطق الجنوبية أمطار رعدية على أقصى الجنوب نحو الهكار والطاسيل، وطقس مشمس على باقي المناطق الأخرى، ورياح تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة مع تطاير الرمال. وعن درجات الحرارة فستتراوح بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 26 و30 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 29 و39 درجة بالمناطق الجنوبية. وحذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً على عدة ولايات من الوطن اليوم، وأوضح تنبيه للمصلحة ذاتها أن تساقط الأمطار سيكون مرتقب بداية من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة 3 من صبيحة يوم غد الأحد. كما أشار التنبيه من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من إليزي، جانت، عين صالح، وتمن راست. كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه ثاني يفيد بتساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً بداية من الساعة 6 من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية الساعة 3 من صبيحة يوم غد الأحد. وهذا في كل من ولايات وهران، عين تيموشنت، تلمسان، وسيدي بلعباس.